النهارده واحد منهم النهارده تحديدا من الجمعه قال يقول لك احنا اكتر، والفوتوشوب اللي عمله خالد يوسف وكتر الرؤوس وعمل، لا يجوا شوف النهارده مفيش 1000 واحد في ميدان التحرير فوتوشوب. الناس دي عملوا فوتوشوب يعني هو قدام خالد يوسف. انا لا يعني انك اللي هو العدد كان قليل طبعا الناس دي كدابه كدابه، وانا كرهتهم من كدبهم، كدابين كذابين جدا. وانا لو من سكان مدينة مصر اقسم بالله تمشيهم على طول، اقسم بالله اجيب كرات لهب عصا بنزين وارميها عليه من فوق. ما هو طبعا المليان عمال دورات مباول بوظ المنطقه حوالين البيوت يا ريس، وتشم الريحه القذره من 200 متر بالايه. عايز اقول للستات اللي هناك دول بتناموا فين؟ تستحموا فين؟ بقالكم 25 يوم بتناموا فين؟ وبتروح دورات ميه فين وتغيروا هدومكم فين؟ الرجاله اهو، لكن ستات صعب ستات لا صعب ايه ده؟ وبعدين يقول لك اكتر من ده انتوا كبركوا 3 لا خليهم 3 مليون كلهم في مصر. في مصر كلها 5 مليون في مصر. ده اللي طلع 33 مليون ومش احنا اللي قلنا، ده وكالة ناسا بتاع الفضاء الامريكيه التصوير وبتاع مارس الحقيقه 33 مليون وكان 100,000 او 200,000 يعني يا محمود انا مش ده ندخل مساعد جينيس يعني الارقام القياسيه ده ندخل مساعد جينيس. ده ما فيش منذ بدء الخليقه ما طلعش الوزاره فيها 33 مليون في الكل الغربيه ما طلعتش. فيقول لك احنا انتوا مش عارف شويه ايه يا كدابين. استاذ محمود انا يعني بصراحه انا متضايق جدا من الاحداث اللي بتحصل في مصر، وخاصه المشهد السياسي المرتبك اللي احنا اتكلمنا عنه، لكن عايز اخرج كده يعني لنقطه يمكن فيها تفاؤل شويه قوي. ممكن نتكلم في اللي محمد صلاح في بازل السويسري والنني عاملين شغل كويس قوي. محمد النني محمد صلاح ومحمد النني في بازل السويسري. يمكن قبل ما اجي على الهواء يا ريس كان توتنهام جدد محاولاته مرة أخرى لشراء محمد صلاح بعد تألقه، وكمان تشيلسي بدأ يفكر فيه مرة أخرى بعد مورينيو لما شافه في اللقاءات المسجلة جوزيه مورينيو البرتغالي العبقري. وإنتر ميلان يعني أنا شايف إن هو دي بداية ممكن تكون موفقة لفتح سوق جديد للاعيبة المصريين في أوروبا والأندية الكبرى، ولا رأي حضرتك إيه؟ مش ده فيها تفاؤل شوية؟ شوف إذا كان في فضل بعد الله في الولدين دول فالمهندس شريف حبيب ورئيس نادي مقاولين العرب، لأن النادي الأهلي خلاص راح هياخد محمد صلاح وانتقل من بالظبط. أنا كنت حاضر رئيس الموضوع ده فعلا، الكلام ده مظبوط. وأصر شريف حبيب على بيع هذا اللاعب، قال هذا اللاعب مستواه محمد صلاح صح صح حرام أن يظلم بالله هنا في مصر، وأصر. وجات فرصة ان نادي منتخب مصر اللي بيلعب كان مع نادي بازل هنا اظن مباراه اللي لعبنا في سويسرا وصلاح جاب جولين في فرقه بازل مع منتخب مصر. ايوه مظبوط. قال لك المدرب بتاعهم راجل عبقري جدا، قال هاتوا ده مراد يقين هاتوا ده وخدوه. وبرضه شريف حبيب اللي اصر على محمد النني، وهو عمل صداقه مع رئيس النادي ومع المدير الفني بتاع اللي اسمع نصيحتي خد الواد ده خدوه كده بمبلغ اقل شويه بس ده قاعد في الاوقات وراح وقعد 3 شهور بالبلاش قاعد في مدينه بازل في سويسرا ولعب واثبت جداره كبيره جدا جدا وشكله ثنائي قوي جدا وبقى لفتوا الانظار وخد هو اللي جاب محمد النني يلعب وظهر بهذا المستوى، واحمد رفعت وهياخدوا كمان لعيبه من المقاولين. احمد رفعت باسم علي كمان باسم ايوه باك ليفت ده اللي هو يروح بازل السويسري. وانا بقى بالمناسبه دي زي ما الاستاذ محمود معروف فكرني، انا بشكر المهندس شريف حبيب لانه محترم، وانا دايما كنت بدعو لرؤساء الانديه يبيعوا اللعيبه المصريين، لان هو دي سمعه مصر، دي اهم من اي حاجه من اللعب المحلي اهلي وزمالك، لان في النهايه سمعه مصر اهم، ودي دعايه اكتر من يرجل. ولا ايه يا استاذ محمود؟ انت عارف ابو مين الشيخ حبيب؟ ما تعرفش ابوه المرحوم محمد حبيب ده كان هو اللي عمل فرقه كوره في نادي المحله. هو
عشان كده ما هو من طنطا الولد. الولد من اول مصون، فرقه عثمصون. يعني طلع المولود العرب حله وطنطا حاجه مدرسه واحده. فهو محمد حبيب ابو الشيخ حبيب ده هو اللي انشا فرقه المحله واشتغل بيها في الدوري وطلع بيها الدوري. هو رئيس ايام البلاوطي. ايوه قبل داوود قبل ده كله خالص. ايام ابراهيم خليل والجبل يعني طبعا عبد الله وعبد زياد جميل بالظبط كده ورواد. ايوه ولطفي اهو ولطفي محرز ولطفي ما حضرتهمش يا ريس دول؟ لا انا حضرتهم ماشي. فهذا الرجل بعد كده بقى رئيس نادي المحله المهندس محمد حبيب. فابنه الشيخ حبيب شارب من ابوه الحته دي. شارب من ابوه. وهو طبعا برنامجيه بعد كده المهندس ابراهيم محلب انا طبعا ببارك له ده وزير الاسكان والمرافق وكان رئيس شركه المحله ورئيس المقاولين العرب ونادي المقاولين العرب. وانا قلت له انت ماشي وقت ما سالته قلت له بامانه لابد ان يكون الشيخ حبيب هو رئيس نادي المقاولين العرب. ان شئتم ان يستمر نادي المقاولين لنادي المقاولين في افريقيا اشهر من الاهلي والزمالك. يعني عمل في افريقيا سمعه رياضيه وسمعه انشائيه. يعني اشتغل في حوالي 14 دوله في افريقيا كباري وشركات عملاقه